السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب؟ لو أنت بتستخدم برنامج دافينشي ريزولف ولسه مش عارف كل الاختصارات أو أغلب الاختصارات وبتعمل كل حاجة بالماوس وبتفضل تروح يمين وشمال، فحقيقي أنت بتضيع وقت كبير جدا. النهارده هاشارك معاكم أهم الاختصارات بتاعة الكيبورد أنت محتاج تستخدمها بشكل يومي وأنت بتمنتج أي فيديو عامة. والاختصارات عامة هتسأل عليك كتير أوي أوي أوي، وهناخدهم كده مجموعة مجموعة بمنتهى البساطة ونخش على طول. أنا عندي نسخة 19 استوديو، بس انت لو عندك النسخه العاديه مفيش اي فرق لان هو البرنامج اصلا فري 100%. انت بتحتاج النسخه الاستوديو لو انت بس محتاج الخدمات الاخرى، ولكن انا شايف ان هي برضو مش مستاهله قوي. فاهمني؟ فيلا بينا نخش دلوقتي نعرف الاختصارات كلها بمنتهى البساطه. ده شكل البرنامج اول ما تفتحه، هتيجي كده هتبص تحت هتلاقي ان هي دي الرحله اللي المفروض اي فيديو في الدنيا او اي حاجه تمشي بيها. اول حاجه الميديا، بعد كده صفحه الايديت دي ما بنستخدمهاش كتير قوي اللي هي الكات. احنا بنعمل كل الايديت هنا. انت عندك الميديا، بعد كده الكات، بعد كده لو انت عايز تحط افكت او حاجه، بعد كده بتظبط الوان ساوند، وبعد كده بتعمل ريندر وبتطلع الفيديو بتاعك. فاحنا كده في الميديا جايبين فيديوهات من بيكسلز عشان نتدرب عليها ونشوف هنمشي ازاي. تسحب الفيديوهات دي هترميها هنا، او بعد كده هتخش على صفحه الايديت، هتلاقي الفيديوهات كلها موجودة عندك على الجنب. تمام. تعالى ناخد أي فيديو كده نجرب بيه ونعرف إيه هي البيزك بتاعة الاختصارات أصلا. أول حاجة في الاختصارات كلها وهي السبيس، لو أنت جيت دوست على المسطرة هتلاقي إن الفيديو بتاعك عمل بلاي، بدأ يشتغل. تمام. فأنا عندي دلوقتي لو دوست سبيس هلاقي الفيديو بتاعي بدأ يشتغل. لو دوست على الجي هشغل بالعكس، يعني سبيس هيشغل لقدام، جي هيشغل بالعكس. تمام تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة لو أنا دوست على الكي هيعمل، يعني أنا دلوقتي بشغل الفيديو عادي ودوست على الكي من الكيبورد هيعمل ستوب. يعني الكي بيعمل سبيس بيعمل تشغيل، كي بيعمل ستوب. ولكن في بقى زرار تاني بيعمل ستارت وستوب برضه، هما الاثنين جنب بعض اللي هما ال والجي. لو جيت دوست على ال هلاقي الفيديو بتاعي اشتغل. لو دوست على ال تاني هلاقي ان انا ضاعفت السرعه. دوست على ال تالت هلاقي ان انا ضربت السرعه في 3. طب كده ضربت السرعه في 4. ودوست على الكي هدوس ستوب. يبقى انا ال بيشغل، كي بيعمل ستوب، والاثنين اصلا جنب بعض ال والكي. فانت ممكن تشغل من السبيس وتوقف من الكي، او ممكن تشتغل بالال والكي. تمام. والال زي ما قلت لك كل ما بتدوس عليها كذا مره ورا بعض بتلاقي ان انت بتزود السرعه بتاعه تشغيل الفيديو. تمام تمام. طب انا دلوقتي لو جيت وانا عندي في الشريط دوت وانا واقف هنا الماوس بتاعي على شكل سهم، لو دوست على البي من الكيبورد هلاقي ان انا جبت المقص، جبت قصدي الموس عشان اقطع على طول. يعني هنا كده طن طن خلاص. طب عايز ارجعه تاني بدوس على الاي. فانت بتخلي ايدك دايما على الاي والبي مع بعض، يعني كده بي قطعت ماوس، بي كده قطعت، وبعد كده ماوس عشان مثلا لو عايز احرك ده كده او عايز اعمل اي حاجه. فاهمني؟ عايز ارجع طبعا كنترول زد زي اي برنامج في الدنيا. فانت وانت هنا تخلي ايدك على الاثنين، البي والكي مع بعض. بي هتجيب المشرط وايه هترجع تاني للوضع العادي. فاحنا كده قلنا 5 اختصارات اللي هما الجي هيرجعني بالعكس، والسبيس هيشغل معايا، والال هيضرب لي السرعه في 2 لو دوست عليه كذا مره. وحاجه تانية برضو وانت بتقدم وترجع في الفريمات، لو دوست على سهم يمين هلاقي نفسي بتقدم فريم واحد. يعني بص هنا كده 12 كده رحت فريم واحد. طب لو دوست على شيفت هيقدم معايا ثانيه كامله. يعني شيفت هيقدم ثانيه كامله، ودوست سهم يمين او شمال هيروح ويجي فريم واحد، ودوست على شيفت هيروح ويجي ثانيه واحده. فاهمني؟ خد بالك من دي، يعني دوست على شيفت ورحت ورجعت الاقي نفسي برجع ثانيه، ولو بالسهم كده هروح واجي ايه فريم واحد. حاجات الفروقات دي بسيطه، دي مهمه جدا وبتسهل عليك كتير. وعندنا لو جيت دوست على سهم لفوق هيوديني على اول واخر الفيديو اللي انا فيه. يعني انا مثلا دوست كده عايز اشوف اخر القص اللي انا قصه، دوست هنا كده عايز اروح للاول، دوست هنا عايز اروح للاخر، وهكذا. فسهم لفوق سهم لتحت بيودوني على اول واخر الفيديو اللي انا حاطه. ولو جيت مشيت هنا كده، يعني مثلا لو انا عندي زي ده واحد تاني كنترول سي رحت دايس هنا كده كنترول في رحت رافعه كده فوقيه، فانا كده عندي فيديوهين وعندي صوت ساوند، وعايز اقطع دول كلهم بالطول. فمش هقعد ادوس هنا، او مثلا هقعد ادوس على البي وبعد كده افضل اختار بقى واحد اتنين تلاته افضل اقص كده فوق بعض. لا، في حاجه اسهل من كده بكتير، وهي ان انا اعمل ايه، هي ان انا اروح دايس كنترول بي هتلاقيه قطع معاك بالطول، قطع معاك كل الفيديوهات بالطول مره واحده. فكنترول بي بيقطع معايا بالطول، وسهم لفوق سهم لتحت بيوديني على اول واخر الفيديو. في اختصار تاني برضو كويس جدا، لو انا مثلا مقرب قوي في التايم لاين واقف في حته كده وعايز اظهر التايم لاين كله، اروح دايس على الشيفت زد هلاقي ان انا ظهرت التايم لاين كله. او لو التايم لاين عندي صغير خالص يعني مثلا كده، فلسه بقى مش هقعد اجيب واقعد ادوس هنا كليكات كذا مره وبتاع، لا هو شيفت زد هلاقي ان انا التايم لاين كله بقى قدامي. وبرده في حته بتاعت التحديد، لو انا مثلا عايز احدد بدل ما اقعد كل شويه احدد كده، ولو في حاجات فوق ممكن انساها وبتاع، فعندي كنترول ايه هيحدد معايا كل حاجه. كنترول ايه هيجيب لي كل دوت. وعندي زي ما قلنا لو انا التايم لاين بتاعي صغير دوست شيفت زد هيرجع معايا التايم لاين كله. تمام. وبرده لو انا عايز ارندر بقى حته معينه من التايم لاين، يعني مثلا عايز اجي هنا عايز ارندر من اول هنا لحد هنا، مش هقعد كل شويه فاهم اخش على صفحه الريندر واقسم وبتاع، لا. لو دوست على الاي هلاقي ان انا حدد لي الحته دي كده، شايف كل دي بقت لونها اغمق
من الجزء ده، وجيت هنا عايز ارندر الجزء ده، رحت دايس على الاو. لو انا مثلا عايز اخد حته هعمل عليها موشن جرافيك على افتر افكت وهرجعها هنا تاني من الفيديو الاصلي، فاهمني؟ ولو عايز ارجع طبعا زي ما قلنا كنترول زد. فالاي والاو بيحددوا لي الحته اللي انا عايز ارندر منها، عايز ارندر الجزء ده بس، فبحدده واروح هناك هرندره بمنتهى السهوله. تمام. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت كل دقيقتين او ثلاثه محتاج تدوس كنترول اس عشان تعمل سيف كل شويه، فاهم؟ كنترول اس هتلاقي هو اصلا بيعمل سيف تلقائي عامه. بس لو انت مثلا في حته عدلتها وقصيتها وهو لسه ما سيفش تلقائي، انت ممكن تدوس كنترول اس هتلاقي ان هو سيف تلقائي بمنتهى السهوله. وعندي برضو من اهم الاختصارات، لو انا جيت مسكت الكليب ده وعايز ازود سرعته او اقلل سرعته، بدوس كليك شمال وبعد كده هفضل ادور من هنا على كليب سبيد وهاخد وقت طبعا. ففي اختصار اسهل من كده بكتير، دوست على الار من الكيبورد. اول ما ادوس على الار هتلاقي جاب لك تشينج كليب سبيد. لو خليت دي مثلا 300، فانا كده زودت سرعه الكليب بتاعتي 3 اضعاف بمنتهى السهوله. هتلاقي الفيديو بقى اسرع معاك على طول. عايز ارجعه تاني اروح دايس على الار تاني وهخلي دي مثلا 100، هيرجع معاك تاني بمنتهى السهوله. طب هنا كده ليه دي ما اتظبطتش؟ عشان لا، في هنا كده اداه تانيه لو دوست على حرف التي من الكيبورد هلاقي ان انا مسكت دي بتاعت المساحات، هسحب هلاقيه رجع معايا لوضعه الطبيعي. تمام. فالار هيزود لي السرعه، والتي هيرجعني للمساحات، لو دوست على حرف الاي هرجع للماوس تاني عادي. فافرض الكليب ده انا مش عايز استخدمه، مش عايزه يكون معايا، لو دوست على الدي من الكيبورد هلاقي ان انا خلاص لغيته، ولا هيكون معايا في ريندر ولا هيكون معايا في تايم لاين، لغيته بمنتهى السهوله. فاحنا كده قلنا على الار والتي والدي كل واحده فيهم بتعمل ايه. وفي عندي ثلاثه جنب بعض، يعني 3 زراير جنب بعض مهمين جدا. هو مثلا انا مثلا جبت الكليب ده، رحت واخده وسايبه كده في الاخر خالص وسبته هنا. تمام. فده اخر حاجه انا حطيتها. تمام تمام. يعني اخر حاجه انا ايه استخدمتها. هرجع تاني كده بالتايم لاين بتاعي وانا واقف هنا. لو دوست على اف 9 هلاقي ان اخر حاجه انا حطيتها اتحطت في النص ما بين اي فيديوهات انا هي موجوده. يعني اف 9 هيحطه لي ما بين اي فيديوهين. تمام. طب لو اف 10 هيبدل، يعني هو دلوقتي بدل كل دولت، كل المساحه دي بدلها باخر فيديو انا حطيته. اف 9 بدل لي ايه؟ اف 9 هيحط لي في النص، اف 10 هيبدل، هيعمل استبدال اللي هم الثلاثه دول هنا كده في المنتصف ما بين فيديوهين، وهنا هيبدل لي ما بين فيديوهين، وهنا هيشيل فيديو ويحط فيديو. يعني مثلا لو دوست على هنا كده، لو دوست على اف 11 هلاقيه شال فيديو، حط يعني شال المساحه اللي انا فيها وحط لي ديت. تمام. فالتلاته جنب بعض عندك اف 9 واف 10 واف 11 التلاته. او بس انا اكتر حاجه بستخدمها اللي هي اف 9. ليه؟ لان مثلا لو عندي ساوند افكت، انا عندي فيديو فيه ساوند افكت او فيه اي حاجه، مثلا نمسح ده ونجيب ده فيه ساوند افكت، ده فيديو فيه صوت يعني. فده اخر حاجه انا نزلتها هنا، وعايز احط الفيديو ده هنا وهنا وهنا، هاجي كده اروح دايس على اف 9، وبعد كده اروح واقف هنا اروح دايس على اف 9 تاني، وبعد كده اروح ماشي هنا اروح دايس على اف 9 تاني. فانا بحط الفيديو بالساوند بتاعه في المكان اللي انا عايزه على طول. لو انا بعمل مثلا قطعات سريعه او بعمل قطعات في اي حاجه، فبقدر احط الفيديو بايه؟ بالساوند بتاعه بمنتهى السهوله. تمام. والثلاث زراير جنب بعض، وهو شايف اختصار عبقري يعني. عندي بقى ايه؟ عندي الماجنتيك ده لو انا مثلا في اي فيديوهين عايز اخليهم يلزقوا كده، بص لما باجي اقرب مش عايزهم يخبطوا ببعض على طول، اول ما يخشوا يروحوا عاملين ايه؟ يلزقوا ببعض يشوفوا بعض. دوست على الان من الكيبورد هلاقي ان انا فعلت الماجنتيك. الان بيفعل معايا الماجنتيك. لو انا جيت مسكت دول كده وانا مفعل الماجنتيك ودوست، هتلاقي ان هو شايف فيه على طول اول ما بتقرب بيلزقوا ببعض. دي مهمة جدا يعني، في الاغلب خليك مفعلها على طول. تمام. طب ماشي، لو انا عايز دلوقتي احط علامات على الفيديو، او عايز وانا بجمع شويه فيديوهات عايز اخلي دول بلون او دول بشكل، ممكن استخدم المارك. لو دوست على الام انا كده حطيت مارك هنا، دوست على الام هنا حطيت مارك هنا، دوست على الام هنا حطيت مارك هنا. طب المارك ده استخدمه في ايه؟ بيعرفني الجزئيات دي بتاعت ايه. يعني مثلا ممكن تكون انت بتعمل حاجه في مثلا زي كورس انجليزي او حاجه زي كده، فعايز تجمع كلمات معينه او عايز تجمع حتت مشاهد معينه عشان تعمل لها مارك. بالام على طول بعمل مارك على طول. فطب عايز اعدل في المارك ده، هقف كده وانا واقف هنا. حتى وانت مشغل الماجنتيك هو بيلقط، يعني المارك برضو بيبقى مكان بيسحب عنده، مش لازم تقف هنا بس. لا، المارك اكنك عامل قطعات وبيثبت عندها عادي. ودوست على حرف الام تاني، يعني وانا هنا كده دوست على الام تاني. هل انا اقدر اسمي المارك باي حاجه؟ يعني مثلا ممكن اسمي ده مثلا قطعات كذا، وهنا قطعات كذا، واكتب له كمان نوتة. فاهمني؟ عشان لو انت شغال مع تيم، ده الحاجات دي بتفرق قوي. لان لو في فيديو انت بتمنتجه انت وحد، فلازم هو يكون فاهم انت بتعمل ايه وانت تكون فاهم هو بتعمل ايه، فتكتب له هنا النوتة لو انت عايز تكتب له حاجه، وبتعرفه ده انت عامل مارك هنا ليه، وهكذا وهكذا. طب عايز اغير لون المارك مثلا، هرجع كده عايز احط مارك لونه احمر، فهنا كده حطيت احمر، وهنا كده ام تاني حطيت احمر وغيرت لونه، حطيت مثلا كذا اصفر. فانت بتروح كاتب له كل مارك من دول بتاع حاجه. يعني مثلا المارك الاصفر ده هنستخدم له كولر جريدينت كذا،
والمارك ده نستخدم له color gradient كذا وهكذا وهكذا وهكذا. فاهمني؟ وفي برضه في الفلاج ده اللي انت ممكن تحط علم. لو دوست على الجي هتحط مثلا، انت هنا هتحط علم عادي، شايف هتلاقي كده في علم اتحط، ممكن تغير شكل العلم ده تخليه مثلا بيربل او ايا كان. فاهمني؟ بس في الاغلب حوار الاعلام ده يعني بيلخبط شويه، فالمارك اسهل من العلم بكتير قوي. فكده انت النهارده تقريبا عرفت اغلب الاختصارات الموجوده. وعندي مثلا لو انا عايز اقطع، انا مثلا عندي عامل حاجه، لو انا مثلا دوست على كيو هلاقي ان هو قطع وسحب للاخر، ودوست على الدبليو هلاقي ان هو قطع وسحب للاخر من هنا. لو لقيت اختصار الكيو والدبليو مش شغالين عندك، ممكن تدوس هنا على دافينشي ريزولف، بعد كده تقول له كيبورد، وهتلاقي ان هنا برضو كل اختصارات هو كاتبهم لك اصلا، ممكن تبقى تختار منهم اللي انت عايزه، وممكن تعدل، يعني ممكن تعدل اي حاجه. اصلا كده كده هو اول حاجه بيسالها لك هو انت جاي منين، جاي من انا برنامج. اغلب الناس بتبقى جايه من ادوبي بريمير، فانت بتقول له انا جاي من ادوبي بريمير، ساعتها هو بيظبط اختصارات الكيبورد هنا على ادوبي بريمير لو انت جاي منه. لو انت جاي مثلا من عند ابل فاينل كات، فاهمني؟ ابل خاصة، فبتلاقي دافنشي اتهيأ ان هو اكنك برضو بيظبط لك نفس الاختصارات. فاهمني؟ انا عن نفسي عملت اختصارات خاصه بيا سميتها شوقي كي فريم، اللي هي كي اف دي بتاعت انا ظبطتها بقى على اساس ان انا عايز. فانت لو جيت كده دوست على شوقي كي اف، وجيت دوست على حرف الدبليو، دوست مثلا على الدبليو، هتلاقي ان انا عاملها ستارت تو بلاي هيد. ستارت تو بلاي هيد ايه؟ ان هو اقطع واسحب كله للاخر. ولو دوست للدبليو هلاقي ان انا عنده اند، يعني اقطع واسحب ضم برده كل اللي هناك عليه. فانت اي زرارين بقى ممكن تحدده، ممكن تحدد مثلا زرار زي دوت، وتروح جاي هنا تسرش على الحاجه اللي انت عايزها وتقول له انا عايز الزرار ده يعمل كذا، وتدوس سيف هتلاقيها اتعملت معاك بمنتهى السهوله. فاهمني؟ فانت ممكن تعمل اختصاراتك الخاصه. وعلى فكره الارقام هنا بتتعامل نفس معامله الاسهم، يعني انت مثلا تعالى كده نطلع بره نقول له كانسل، ولو جيت كده بس هتلاقي الارقام، يعني مثلا لو انا كده محدد كله ودوست على شيفت وبحدد كده فاهم بالارقام، هتلاقي ان الارقام بتعمل نفس معامله ايه ده، كده كأنه سهم فوق وسهم تحت، وكده يمين او شمال بيحرك معاك فريم قدام وفريم ورا من الارقام. فاهمني؟ بس فانت كده تقريبا عرفت اغلب الاتصالات. اتمنى اكون فدتك في الشويه دولت في 10 دقائق دول. ولو في اي حاجه تانية يعني عايزين نتكلم مثلا في الالوان، ممكن انا برضو خدت كورس كامل ازاي اصلا تلون الفيديو بتاعك، كان كورس مفيد جدا. لو انت عايز نتكلم في الالوان، عايز نتكلم في اي حاجه، قول لنا اكتب لنا في كومنت وان شاء الله نعملها مع بعض قدام. شكرا ليكم فشكرا ليكم، واتمنى تكونوا استفدت جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.